سلام. وصفة السفنج بمقادير مضبوطة جدا وتجيكم ناجحة 100%. اعملي حبيبتي حفظ للوصفة ويلا معايا للمقادير. عندكم كوبين من السميد الناعم جدا، ملعقة من السكر وملعقة من خميرة الخبز. في البداية نعمل كوبين من الماء يكونوا دافيين، ضروري جدا نخلطوا. هنا عملت كوبين السميد على حسب، دي فوا يهز كوبين، دي فوا يهز اكثر. انا هز لي 3 اكواب من الماء الدافي. نجيبوا الميكسر ونعملوا هذه الخطوه ضروري جدا. في الاخير نعملوا ملعقه من الملح ونشيحوا بالفرينه. نعملوا واحد الخطوه لازم تكون ضروريه جدا حتى يجيكم السفنج تاعكم مفشفش من داخل، يعني تحسوه فارغ من داخل. هي